طفلة مطرفة طروف في الغابة في جبل الوحش في قسنطينة. راني نحكي على الحادثة تاع الطفلة مروة بوخشيش اللي هزت الجزائر كامل. هذه الطفلة عمرها 13 سنة، خرجت من الصيام رايحة لدارهم، بعدها تخطفت وما بان عليها حتى خبر. تخطفت في 22 ماي، أكثر من شهر وهي مخطوفة، وبعدها لقاوها في غابة في جبل الوحش في قسنطينة مطرفة في حالة متقدمة من التنكيل بالجثة. والمؤلم في الأمر ماهوش الموت، الموت رانا كاملا نموت، ولكن المؤلم أنه يلحق عليك أنك تنكل بالجثة في أعلى درجات التنكيل. هكا أنت ما راكش إنسان، اسمح لي، أنت حيوان حرفيا. المشكلة الأكثر من ذلك أنه خرج شبه المؤثر اللي كامل تعرفوه وهضر عليها وقذفها في شرفها وقال لا هذه ما تخطفتش، راحت برضايتها مع صاحبها ودار وطعن فيها. والمشكلة الأمر من ذلك أنه الناس جاوا معاه وقالوا إيه وعندك الحق. حيروني كيفاش يخمم الشعب برك. طفلة صغيرة هذه ما رحموهاش. إلى متى يبقوا هذا الجرائم تاع الاختطاف القاصرات والناس القصر ويغتصبوهم ويقتلوهم؟ إلى متى الطفل ما يشعرش بالأمان بين أهله وناسه وبين بلده؟ هذا هو السؤال. الوقتاش يبقى هذا الجرائم هذا؟ الوقتاش؟